اذا سيدي انتم في هذه المبادره الطيبه والجميله اللي كتقوموا بها في مدينه القنيطره. اولا هي بادرتين بصراحه في الحقيقه. البادره الاولى هي كانت صله وصل بين الاخوان المتقاعدين، وهذه بادره كانت طيبه وتحت اشراف الكاتب العام مندوب الاعمال الاجتماعيه، تحت اشراف الجامعه الوطنيه، يعني باش تلقى مع الاخوان ديالك في هذا الفضاء البهيج ديال الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء. كان الصراحه لان هما اليوم متقاعدين وحنا غدا ان شاء الله سنكون متقاعدين. هذا صله وصل تكون طيبه الحمد لله. نتمنى لهم يعني تقاعد مريح وان شاء الله يجمعنا بالصحه والعافيه. بالنسبه للنشاط الموازي هو الوليدات تنحيوا واحد ليله 27. هذه ماشي العام الاول، ارتئينا ان في كل عام ان شاء الله نديروا لهم واحد الحفله. علاش؟ نشوفوا داك البسمه في وجوه داك الاطفال، البسمه في وجوه الفتيات، ان تنديروا الفتيات ان شاء الله داك الشيء تيكون تقليدي 100%، يعني من الحناء، من العماريه، من البرزه، من الفرس. بالنسبه للوليدات تيكون داك الشيء عندنا جميع اطفال مستخدمات ومستخدمي واطر الوكاله المستقله الوطنيه. اللي من هذه المناسبه تنتمنى تكون انشطه موازيه في وسط السنه، ولكن هذه تنسروا في الليله 27 باش تكون ذاك الحفل بهيج ان شاء الله كما نقول لك بجميع الطقوس ديالو، بجميع الامور ان شاء الله. شي كل شيء يعني توضح يعني صوت وصوره كما تنقولوا. نتمنى ان شاء الله الاباء حتى هما يعني نكون عند حسن الظن ديالهم، ويكون هادو الوليدات هما فرحانين، والفرحه ديالنا هي باش نشوف داك الوليدات المبتهجين. في هذا الشيء مازال تنشكر مره اخرى يعني مشاريع الاعمال الاجتماعيه اللي تتكون يعني معنويا وماديا وجسديا باش نقدروا هذا. حنا كشبيبه في الوكاله المستقله الهم ديالنا هو ان هذه الانشطه نكونوا موازين لها ونوقفوا يعني بجميع اطر الشبيبه باش نكونوا واقفين في هذه المناسبه هذه ان شاء الله، احياء جميع المناسبات. المناسبة هذه كنشكروا السيد الكاتب العام والاعضاء ديال الشبيبه اللي كيخليو لينا زعما الفرصه ديال اننا نفرحوا بهاد الوليدات واننا نديروا هاد لي زاكتيفيتي. واحد هاد لاكتيفيتي كتكون ديما، وان شاء الله نتمناو تكون كل عام ونكونوا ديما الاحسن ان شاء الله، ونكونوا ديما عند حسن ظن ديال الناس ديالنا ان شاء الله. هاد المناسبه هذه ديال احياء الذكرى ديال ليله القدر تنتمنوا الله يتقبل منا ومن الاخوان ديالنا سائر الامه الاسلاميه. هذه المناسبه هذه درناها حنا لتكون حلقه وصل مع الاخوان ديالنا المتقاعدين. هذه الفرصه هذه باش يتلاقاو الاخوان بعضياتهم، لان هذه السنه هذه سنه مؤكده كلنا عنشوا التقاعد، ولهذا درنا هذه البادره هذه باش الاخوان ديالنا المتقاعدين بقاو هنا يجيو يتلاقاو بعضياتهم ويتبادلوا اراء وشي يسول في شي. كما نتمناو ان شاء الله تكون توصل لهم الصحه والعافيه، ويكون كما قلنا هاد على طول السنوات القادمه ان شاء الله. مستخدم في الوكاله الجماعيه للقنيطره، الان متقاعد. فهذه المناسبه الطيبه اللي جمعنا فيها السي حميد بودانه تحت رايه الاعمال الاجتماعيه لوكالات المغرب، تنشكروا على هذه المبادره الطيبه. وكانت مناسبه تلاقينا حنا لي روتريتي وتشوفنا، يعني كاين اللي ما شفتوش انا 4 سنين 5 سنين هذه تشوفنا، والحمد لله دازت هذه الامسيه والافطار الجماعي داز في احسن الظروف. وتنشكروا الاعمال الاجتماعيه وتنشكروا السي حميد ودنا على هذه المبادره الطيبه.